رودريجو ظهر في جلسة التصوير الخاصة بدوري أبطال أوروبا مع لاعبين ريال مدريد. إيدو أجاري قريب من رودريجو في تشيرينغتو، يقول رودريجو متحمس للبقاء ويريد القتال حتى يستعيد مركزه. تشابي الونسو القرار ما هو له، القرار من الاداره جاي من فوق. شوفوا ملامح وجه رودريجو يوم كان يعتقد انه بيشارك ويجري عمليات الاحماء في مباراه اوساسونا، فجاه ماستنتانو شارك. شوف الولد ينظر الى السقف، الولد اخرج لسانه، فقد كل حاجه. عرفتوا الانكسار؟ هذه اللحظه. المعلق الجميل العماني عمرو الخضيري يقول: لا شيء يضمن لك العداله في كره القدم. ها هو رودريجو يعامل كالمجرم، رودريجو في ريال مدريد، لكن وقد يخرج، لكن الاوفياء ما راح ينسون من جمهور او جماهير مدريد ايش اللي سواه هذا الرجل في لقاء الفم حاجه الشهير. الان نشوف رودريجو ما بيطلع مدريد، يبي يقاتل، وتشابي الونسو في احد ضاغط عليه من فوق. نحن نشوف الامور وين تروح، ما في احد ضامن خانته في مدريد. هذا شفناها المباراه الاخيره، فيني جونيور طلع دقيقه 70، دقيقه 70 تم استبدال فينيسيوس جونيور. واضح الونسو معاه صلاحيه، بس لانه الونسو يطلب بيريز لاعب وسط ومدافع ويضغط، وهم يبغون يبيعون هذا، لانه ماسنتانو على اليمين، رودريجو على اليمين ما ينفع. والله مع انه رودريجو لو لعب على اليسار هناك حاليا يلعب على فينيسيوس، هذه بيننا وتبغوها في العلن، تبغوها بصريح العباره، يلعب على فيني ويلعب على عقيل عمل فيني في اليسار هناك حاليا. رودريجو لاعب شامل، فيني حاليا فاقد المهاره. ما ادري الولد ايش فكر، الولد في عقله في اشياء ثانيه مش عارف، يبغى تحسين عدد، يبغى راتب عالي، يبغى ضربات جزاء، يبغى كرات ثابته، يبغى ما ادري. السلام عليكم.